This is another season from مواقف المتابعين المحرجة. Let's go. واحد الخطرة رحت توال خوالي في العيد. ايام ما كنت قاعد انا وخالي لاح يدو في الجيب، جبد السوار دو مدلي 200,000. قلت له لا خالي ما تمدليش. قال لي شكون راح يمدلك؟ وقال لي هاك روح اشتري لنا راه قازوز. انا هي شوف كل لعبتها له قلت له كنت فوالا شوفي افري هذا هذه ما تصلحش، هذه تحشيت لك خويا. حبيت نقول لك باللي عندي اختي من الرضاعه وانا كنت نحب. استغفر الله العظيم. حتى رحت سقسيتي مع عليها وقالت لي باللي هذيك اختك وانا اللي حد الان مازال نبغيها. اعطيني حل. شوف نعطيك حل، دير روحك ما على بالكش. وشنو اختي من الرضاعه؟ كيف اسمها اختي من الرضاعه؟ والله ما عندي حتى حكايه، بس حبيت نقول لك باللي راك شيكور. نعم اجل يس، هذو هما الرسائل اللي نشتيهم. راح نقرا هذه كامل قرايتي وما قريت. خطرة كنت انا واختي وبنات خالي في رمضان. بابا جاب دلاعه بزاف كبير، دلاعه بزاف كبير. خوتي صون سمير حبيبنا ما قراش الادب. وحبينا It's the biggest piece of نهاباها. اوكي نهاباها في فريقو. هي بزاف كبيره وحنا كنا صغار. طاحت لنا في الكوزينه وخرجت ريحتها الدار ولات كاع ريحه الدلاع. كي طاحت سيينا نخبيوها وباش ما يشوفوش بدينا ناكلو ونرميو من التاقه. شمها وجالينا خلصت علينا مال اون بليز. زدنا له بروبليم مع الجيران كي رميناها من التاقه. خويا العزيز حبيت نقول لك موقف فيري محرج واصل على هذا الإحراج. سلام، حبيت نحكي لك على موقف شبه محرج مازاله طازج صرا اليوم برك سربيتشو. المهم اليوم هذا عندي عرس بنت عمي. اليوم دوشت، حنا الدوش تاعنا جايك شغل قبو جاي لتحت، يعني اللي يوقف توال التاقه يشوف كل شيء على الهواء. كنت ندوش وكنت ديما نسكر التاقه. مي تخنقت حليتها ونسيت طول. استغفر الله الا الله. المهم كي خلصت لبست غير قشي دخلاني وخليت الباب. كي وقفت في العتبه تاع الباب ودرت التاقه نلقى في طفله كتمستمتع. وطو انا ما درتش بالي ليها خاطر طفله. مي هي كانت قواده، راحت ما خلات حتى عبد صغير ولا كبير ما قالتلوش. وراحت المجمع تاع اولاد وبين الاولاد هذو خويا اوف قالت له كنت تشوف شت اختك تدوش ولابسه جاتها صدمه وجا عرش لي. ايام بعد رحت لبنت عمي كي فت على الاولاد قالوا لي علاه لابسه الكحل جنازه والله، مع العلم اني الروبه اللي كنت لابستها حمراء، يعني راهي ملعله. شيت الاخت جي لا كان شافوا لا فامي تاعك هذا الفيديو. وهذه نصيحه لكم خوتي ما تدوشوش. والباب واحد المره كنت طالع في واحد الدرج جايين في الطريق. جارنا كان باللوطو قال لي وين نوصلك؟ انا قلت له لا صحيت حتى سمعت صوت راجل من ورايا يقول له وصل لي القهوه التحتانيه. شوف خويا العزيز اركب معاهم وما تسقسينيش. لكن قال لك علاه ركبت مانيش عليك؟ قول له يا خويا راك عليا الموقف تاعي مرة كي كنت صغير 12 سنة كنت قاعد نشري مع الوالدة تاعي وبابا. دخلوا الحانوت وانا دخلت وراهم بصح ما شفتهمش. رحت عند واحد المرة ما نعرفهاش وقلت لها ما. قلت لها 3 مرات ومن بعد شفت لقيتها خاطيها. جيت نروح عند الوالدة طيحت التليفون تاع بنت هذيك اللي قلت لها. المشكل مش هنا، المشكل انه كي جيت نروح عند الوالدة زدت رحت عند واحدة اخرى مش ما وقلت لها ما. يا خويا انت الحانوت كامل جاي في امك والله كيفاه. وتموت بالضحك بنتها. برك ديروا ابينو. نعم خوتي ديروا ابينو، ما بقالناش على الانكا. ابوني وما تنساش دير جام في طريق وتكتب لي كومونتير. نكست خطره رحت عند البحر مع اصحابي زاهيين وكذا. المهم لحقنا البحر بدينا نعوموا. المهم كيما تعرف كي تروح للبحر موسم الاصطياد. خويا العزيز نروح للبحر نعوم ما نصطاد. انا قلت نسيي هذه الخطه. شفت وحده بدات تشر لي ما على باليش، وبعد نشوفها دير بيدها شغل راهي تعيط لي. قلت لها نعم. قالت لي وي خويا واش كاين؟ قلت لي لا مانيش عليك. شوف خويا العزيز هذه ثاني قول لها راك عليا. واحد الخطره كنت مريح في الكلاسه حصه تاع فرنسي وما كنتش لاتي واش راه صاري. والبروف كانت تشرح عطاتهم مثال. قلت لهم بار اكزومبل قول وقالت اسمي. قلت لهم نقول لحسام فارمي لابورت. انا نضت قفلت الباب ورجعت. شوف خويا العزيز هذه مدلك كيف تمشيها نورمال. كنت صراك في المستقبل تقدر تمشيها عادي. كلها انا من شده الاحترام قفلت لك الباب. هذه ثاني ما تمشيش خوتي. بيس فيديو الجاي ان شاء الله. ابوني باش نلحقوا الانكا.